بصراحه يا جماعه انا كنت من الناس اللي بتحب السهر، انا مش هكدب عليكم، يعني طاقتي زايده بالليل، بعرف اشتغل بالليل، لكن انا في الصبح يعني زومبي رسمي. فالموضوع بدأ يكون مشكله، لان انا بصحى الصبح مرهقه، مش عارفه انجز حاجه، مش هتعامل مع حد اساسا. فبدأت وقتها ان انا اخد قرار حاسم، وهو ان انا هبدأ اصحى الساعه 8 الصبح. هتقولي ليه الساعه 8 الصبح؟ انا حسيت وقتها ان هو ده الوقت اللي هيحول يومي بشكل مختلف تماما. فبدأت اخد خطوات بسيطة بس فعلا بدأت تفرق معايا. الموضوع ما كانش سهل نهائي زي ما انا كنت متخيلة، لكن انا كان معظم الوقت عندي تساؤلات وحيرة. طب انا هصحى الصبح اعمل ايه؟ وانا اصلا كنت من بنات المحافظات الحدود، فما كانش عندي نادي، ما كانش عندي جيم، ما كانش عندي يعني روتين ثابت الصبح، غير ان احنا بنسمع كرتون وبنروح المدرسة، وايام الاجازة بنقعد نلعب على الكمبيوتر. لكن مع ذلك انا قررت ان انا هفضل ثابته على المبدأ، وان انا هصحى الصبح حتى لو ما عنديش حاجه. لكن اكتشفت حاجات مختلفه تماما فرقت معايا انا نفسيا، وفرقت معايا في قراراتي المستقبليه. الصبح بيكون هادي جدا، فكان عندي وقت ان انا اقدر افكر، اتأمل، كل ده بالراحه وبهدوء. فكان عندي وقتها هدوء نفسي اكتر، وكنت بحس ان انا ببدأ يومي بالراحه جدا، بدل ما انا مستعجله كده وعايزه ابدأ يومي بسرعه. عندك طاقه طول اليوم، لانك انت لو بتصحي متاخر حتى لو بتنامي عدد ساعات كفايه، فجسمك برضو بيحس بخمول، لان العقل والجسم الاتنين بيحبوا الروتين. فلما بتبدأي تنظمي مواعيد نومك، مزاجك بيبقى احسن، وطاقتك بتبقى اعلى بكتير. الحاجة بقى اللي انا لازلت بحبها هو ان انا كان عندي وقت لنفسي، بدل ما اليوم كله بيضيع على التاسكات وعلى الحاجات بتاعت كل يوم وعلى الشغل وعلى الكلية. لا، كان عندي وقت لنفسي ان انا اعمل كل الحاجات اللي انا بحبها، ان انا بقى اكتب، اقرا، اتعلم حاجة جديدة، ان انا اخد الفطار بتاعي بشكل هادي جدا. حاجة بقى المهمة هو انك كنت بتبدأي وقتك صح، يومك صح. فانت لما بتصحي كل يوم مش مجبرة انك تصحي بدري، يعني ما عندكيش شغل، ما عندكيش كلية، ما عندكيش حاجة تخليكي تصحي غصبا عنك في ميعاد معين، فكانت وقتها بتحس انك انت اللي مسيطرة على الامور، انت اللي مسيطرة على اليوم، بدل ما اليوم هو اللي مسيطر عليكي. فكان وقتها بحد ذاته دي حاجة انجاز كبير، فكان بيزود ثقتي في نفسي طبعا. اكبر تأثير في اني كنت بصحى بدري هو متشاف دلوقتي معانا، يعني كان بيساعدني ان انا اخد قرارات مستقبلية لروتيني. فكنت بدل ما بصحى كل يوم انا مش عارفة انا هعمل ايه، فكنت لا باخد قرارات روتينية، او ان انا ببدأ حاجة جديدة. يعني بدأت رياضة، رحت شغل جديد، فتحت قناة اليوتيوب، لان جسمي وقتها كان متعود على الصحيان بدري، فكان عندي سهل جدا ان انا ابدأ اي حاجة جديدة. دلوقتي لو فضولك زاد ايه الخطوات بالظبط اللي انا عملتها فخلتني اعمل كل الحاجات دي كلها، فخليني اشاركها معاكم، وهي بسيطة قوي 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 قوي. اول حاجة نامي كل يوم في ميعاد ثابت، لان جسمنا بيحب الروتين. طب انا لسه في البداية، او ان انا لسه بسهر فانا مش عارفة اعمل كده، نبدأ نقعد على السرير في الوقت اللي احنا محددين للنوم، فجسمنا هيبدأ تلقائي ياخد باله ان ده وقت للنوم. يا ريت نخلي المنبه بعيد عننا، محطوش تحت المخدة، نخليه جنبنا، لا خليه بعيد عشان نبدأ نتحرك، عشان خاطر نرضى نطفيه. الحاجة بقى اللي هتخلينا نصحى بدري هو ان احنا نبدأ يومنا بحاجة بنحبها، يعني رياضة خفيفة، مشروب مفضل، القهوة بتاعتك، موسيقى بتحبيها. كل الحاجات دي هتبدأ تعملك شعور بالنشاط. اول ما نصحى ضروري جدا نفتح الشباك، لان الشمس هتبدأ تساعد جسمك انها تفهم ان ده وقت للنشاط. الحاجة بقى المهمة اللي معظمنا ما بقاش واخد باله منها هي قاعدة 90 دقيقة، يعني ننام 6 ساعات، 7 ساعات ونص، 9 ساعات، عشان خاطر جسمك يبقى واخد دورة نوم طبيعية، فيبدأ يصحى ان هو فايق ونشيط. بالفعل بعد ما بدأت اتبع الروتين ده، وان انا اصحى الساعة 8 الصبح، يعني انا في ايام بصحى قبلها، بصحى 7، بصحى 6، بصحى 5، لان اوريدي جسمي بدأ يحب الصبح. وبصراحة انا ما كنتش متوقعة ان انا هوصل للنقطة دي، لكن الفكرة كلها كانت في ان انا بدأت خطوات صغيرة جدا، لكن كانت معايا مستمرة. جربي الخطوات دي لمدة اسبوع وانتي فعلا هتحس بفرق، يعني مش بعيد تكتشفي انك كنت كمان بتحبي الصبح وانت ما كنتش متوقعة ده.
وخلينا افكرك بنقطة مهمة جدا، الايام اللي بنبدأها صح بتكمل معانا بشكل مختلف تماما. لو عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والسبسكرايب ونشارك الفيديو ده مع صحابنا، واكتبيلي بقى في الكومنتات انت من الشخص اللي بيسهر ولا اللي بيحب الصبح. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.